هذه هي الحكاية. الكرد. الكرد شعب كسائر الشعوب غني بموروثه الفلكلوري والثقافي وهويته التي تنعكس على أزيائه وفنونه ودبكاته لتميزه عن جيرانه من العرب والفرس والأتراك. لكن ما يميزهم أكثر عن سائر شعوب الأرض هو أنهم أكبر كتلة بشرية وجدت نفسها مع بدايات القرن العشرين بلا وطن، رغم أنهم أسهموا إسهاما فنيا وثقافيا كبيرا في موروث الحضارات والشعوب التي جاوروها. فمنهم من لقب بأمير شعراء العرب، وآخر هو أشهر روائيي تركيا، والثالث من أعذب المسلمين صوتا في قراءة القرآن. ودون هذه الأوصاف تمتد قائمة طويلة من المشاهير من نجوم السينما العربية وصحابة النبي وملوك وزعماء وحكام لنحو 1000 عام. ورب سائل يسأل هنا كيف آل مصير الكرد لأن يكونوا شعبا بلا وطن؟ وما هو الإسهام الذي تركوه في المجتمعات التي اندمجوا بها؟ سؤال دونه حكاية اليوم عن الكرد. حكاية الكرد قديمة قدم حضارات الشرق، فالألواح السومرية تسميهم الكاراتا، فيما تسميهم الألواح الآشورية كورتي. وبين ألواح الماضي القديم حتى يومنا هذا تمتد آلاف السنين التي برزت فيها عشرات ومئات الشخصيات الكردية إلى دائرة الضوء، وربما يتصدرها الصحابي أبو ميمون جابان الكردي الذي عاصر النبي محمد، فورد اسمه كواحد من ناقلي الأحاديث النبوية. لتمتد بعد ذلك القائمة إلى صلاح الدين الأيوبي، أشهر حكام الدولة الأيوبية والذي تصدى للحملات الصليبية في بلاد الشام. وعلى امتداد فترة الخلافة منذ العصر العباسي حتى الدولة العثمانية ظهرت عشرات الإمارات الكردية وتلاشت بسبب الاقتتال الداخلي بين أمراء الجبل، لعل أشهرها إمارة باذنان وسوران وباذان. مع مجيء القرن العشرين ودخول البريطانيين إلى الشرق الأوسط وحقول نفطه العملاقة، لعب الكرد بقيادة محمود البرزنجي مع البريطانيين والعثمانيين لعبة الكر والفر في السياسة، فكانوا يصطفون إلى جانب العثمانيين مرة وإلى جانب الإنجليز مرة أخرى على أمل أن يحصلوا على حق تقرير المصير، والذي ضمنته لهم معاهدة سيفر فيما بعد عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1920. إلا أن مناخات السياسة ومتغيراتها نقضت هذا الوعد باتفاقية لوزان عام 1923 بعد أن أصبح الأتراك بزعامة أتاتورك في موقف تفاوضي أقوى مع أندادهم البريطانيين. مع نهاية الحرب العالمية الثانية سعى الكرد إلى تأسيس جمهورية مهابات عام 1946، إلا أن التوافقات السياسية بين البريطانيين والروس وشاه إيران أجهضت الدولة الوليدة قبل أن تكمل عامها الأول بشهر واحد، لتبقى طموحات الكرد أسيرة حرب العصابات التي شنها مصطفى البارزاني وعبد الله أوجلان وعبد الرحمن قاسملو في العراق وتركيا وإيران على التوالي. وبصرف النظر عن المعاهدات الدولية وسياساتها التي غيبت الكرد، إلا أن إسهامهم في الحضارات التي جاوروها سجل حضورا مميزا في مجالات عدة وعلى نحو غير متوقع. ففي تركيا حصل الروائي التركي ذو الأصول الكردية أورهان باموك على جائزة نوبل للآداب عام 2006 عن رواية اسمي أحمر، هذا بالإضافة إلى الفنان إبراهيم تاتلس الذي تربع على عرش الغناء التركي في ثمانينيات القرن الماضي. والممثلة هوليا أوفشر التي تتحدر أصولها من أب كردي، والتي شاركت في الأخير بطولة فيلم أزرق أزرق، أشهر الأفلام التي أدخلت المصنفات والمسلسلات التركية إلى العالم العربي من أوسع الأبواب. في العالم العربي كان للكرد حصة الأسد مع من جاوروهم من الحضارات، فأمير شعراء العرب أحمد شوقي تتحدر أصوله من أب كردي وأم تركية، هذا بالإضافة إلى الأديب عباس محمود العقاد الذي اكتسبت عائلته اسمها من مهنة عقد الحرير وبيعه بعد أن هاجرت عائلته من كردستان لتستقر بمدينة أسوان جنوب مصر في عهد الدولة العثمانية. وفي مجال التمثيل يشتهر الفنان محمود المليجي المولود بحي المغربلين بالقاهرة لأسرة كردية بأنه واحد من أشهر الفنانين المتحدرين من أصل كردي، والذي ترك بصماته الواضحة في السينما العربية من خلال فيلمي الأرض وأيوب.
وفي مجال قراءة القرآن يعد القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد المولود بمدينة قنا جنوب مصر من أشهر الشخصيات ذات الأصول الكردية في ميدان قراءة القرآن وتجويده، حيث كان يلقب بسفير القرآن، إذ كانت إذاعات الدول العربية والإسلامية تتهافت على دعوته لتسجيل نسخة من القرآن بصوته المميز. وفي بغداد كان قطباء الشعر العربي في العراق جميل الزهاوي ومعروف الرصافي من أشهر الشخصيات ذات الأصول الكردية التي برزت في مجال الشعر والأدب والخطابة، والتي عبأت الرأي العام العراقي في قضايا الاحتلال وتحرير المرأة والتعليم وغيرها. وفي لعبة العسكر والسياسة فإن الجنرال بكر صدقي المتحضر من أصول الكردية هو أول من قاد انقلابا عسكريا ببغداد عام 1936 ليقلب الطاولة على الطبقات السياسية التي احتكرت مقاليد الحكم في العراق آنذاك. وبعيدا عن صدقي فإن قائمة مشاهير الكرد تمتد لعشرات الشخصيات التي أسهمت إسهاما كبيرا في حياتنا الثقافية والفنية والسياسية، ليكونوا مصداقا للمثل الكردي الذي يقول: في كل بلد شيد لك بيتا.